رسميا برشلونة يفكر بأوناحي لتعويض مكان ديونج. أنا بالنسبة لي أوناحي ممتاز، خصوصا مع بيدري سيكون ثنائي جبار. ولكن الشيء الوحيد اللي يبيه البرشلوني ما يبي اهتمام ولا يبي تفسير، يبون تخلص صفقة على طول. يعني أنا أوناحي بالنسبة لي وللبرشلوني ما عندهم مشكلة ياخذونه خط وسط وتدعيم خط الوسط، أبدا ما عندنا مشكلة، ولكن نبي فعل. يعني احنا تعبنا، يعني جمهور برشلونة ترى تعب، يبقى فعل. جمهور برشلونة يبقى فعل، لازم الإدارة تتحرك. يعني الإدارة صار لهم نايمين أساسا من بعد جوردن، ما شفنا شيء يا جماعة. ولكن الآن اللي نبيه شيء واحد، نبقى الإدارة تتحرك بجدية، إن كان أوناحي، إن كان ألفاريز، إن كان مدافع، إن كان خط وسط، إن كان جناح، أي لاعب. ولكن برشلونة لازم يتحرك. برشلونة السوق ما بقى له شهر، لازم يتحرك ويجيب اللاعبين. وأوناحي لاعب ممتاز، وكل ابوكم تعرفونه يا البرشلونيين، أوناحي لاعب المغرب صراحة لاعب ممتاز، ولاعب يستحق انه اساسا يلعب مع نادي برشلونة مكان بيدري وبجوار بيدري، وراح يكون ثنائي مع بيدري اساسا، وخصوصا لما بيدري ينصاب وناحي يلعب بداله، فلذلك راح يكون بديل لبيدري بشكل مو طبيعي. رايك البرشلوني؟ Voici une information qui m'intéresse beaucoup. Le FC Barcelone s'intéresse à Unai pour pallier la blessure de De Jong. Comme vous savez, voilà, De Jong il est blessé 5 à 6 mois. Et Unai, les gars, c'est le choix parfait. C'est le choix parfait. Déjà, après la Coupe du Monde 2022, les gars, je le voulais trop au Barça. Voilà, même en Espagne, même si c'était pas le Barça, je voulais le voir en Espagne. Bon, il a fait un mauvais choix de carrière. Mais bon, c'est pas grave. Il est encore jeune. Il peut rattraper ça. Et il n'a pas encore pris sa décision concernant son avenir. Wesh, les gars, les Marocains, faut le pousser. Faut le pousser à signer au Barça. Le Barça, c'est fait pour lui. Voilà, c'est un genre de qualité qui manie bien le ballon, qui est sensible. Donc, il faut qu'il signe au Barça. المغربي عز الدين أوناحي من ضمن الخيارات المطروحة على طاولة برشلونة الإسباني لتدعيم خط الوسط بعد ديونج. ديونج خد فرص كتير جدا، لكن الإصابات الكتيرة اللي تعرض ليها خلال فترته اللي كان موجود فيها في برشلونة خلت لعيبه وخلت اداره برشلونه فكرت ان هي تبيعه، وفكرت تستغنى عنه، لانه بصراحه يا جماعه الفرقه دي مش بتهزر، عايزه اللعيب دايما جاهز، لكن هتقعد تتصاب وكله بتاع ربنا في الاخر. مش هيسمحوا لك، وفي الاخر خالص هتلاقي نفسك بره النادي، لان الانديه الكبيره تخش في احتكاكات وصراعات، فعايزه اللاعب الجاهز بشكل دايم غير الانديه الصغيره. فعز الدين أوناحي خيار مطروح، لاعب رائع جدا، شفناه في جيرونا قدم مستويات غير عادية، ومع المنتخب المغربي في بطولة 2022 و2026 تألق غير عادي، تدعيم قوي جدا لبرشلونة في خط الوسط. أوناحي واحد من افضل اللعيبه في وسط الملعب في افريقيا، وعلى المستوى كمان العالمي، وعلى مستوى كاس العالم شفنا طبعا تألقه في 2022، كان من ضمن التشكيل المثالي لفيفا وورلد كاب 2022 في قطر. فلاعب رائع جدا ولاعب مش طبيعي، انضمامه لبرشلونة مكسب كبير للفريق الكتالوني. صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عم تحكي عن موضوع اهتمام برشلونة بعز الدين أوناحي. طبعا هذا الكلام قد لا يكون مؤكد، قد لا يكون موثوق، ممكن يكون مجرد كلام، لأنه سمعنا كثير من قبل عن اهتمام السيتي بعز الدين أوناحي، سمعنا أكثر من نادي مهتم، ولكن ما كان في خطوات ملموسة، ولحد الآن ما في خطوات ملموسة. ولكن نحن عم نناقش فكرة قد تكون صحيحة وقد لا تكون، بس إذا صارت، هل فعلا برشلونة هو المكان المناسب لأوناحي؟ وهل فعلا أوناحي هو اللاعب المناسب لبرشلونة؟ أول شيء برشلونة هو المكان المناسب لأوناحي، هذا بلا شك، لأنه برشلونة بيلعب برتم بطيء، برشلونة مش فريق بدني، برشلونة فريق بحب اللعيب الفنان، اللعيب الكرياتيف، اللعيب اللي بيمسك الكرة بقدمه، اللي بيعرف يلعب التمريرات بشكل جيد، اللي بيعرف يستحوذ بشكل جيد. واعتقد انه أوناحي عنده هاي المواصفات. اضف اليها ايضا انه مهم جدا بالتحولات بالكرات الطولية، مهم جدا، وبالتالي هذا راح يكون اكسترا ونقطة اضافية لعز الدين. اضف الى ذلك كمان انه تحت قيادة هانس فليك اللعيبة بتتطور كثير، شفنا رافينيا، شفنا بيدري، شفنا يامال، شفنا بيرنال، شفنا أمثلة كثيرة تطورت كثير تحت إيد هانس فليك في برشلونة، وبالتالي وجود أوناحي مع هانس فليك رح يطوره ورح يعطيه بعد جديد في عالم كرة القدم هو ما كان عارفه أو ما كان ربما عايشه قبل مع المدربين السابقين. فبالتأكيد هي صفقة مفيدة جدا لعز الدين، وهو المكان المناسب لعز الدين. ولكن هل عز الدين هو اللاعب المناسب لبرشلونة حاليا والاحتياجات برشلونة حاليا؟ الكلام عن انه أوناحي راح يكون بديل لديونج، وانا بشوف هاي فكرة جميلة، ولكن ناقصها شيء واحد، انه أوناحي على المستوى الدفاعي مش بجودة ديونج.
ديونج دفاعيا كان يلعب قلب دفاع يعني ديونج بعض الأحيان، فأوناحي ما بيقدر يلعب هذا الدور. فأنا بشوف إنه أوناحي أقرب لأنه يكون بمكان أولمو أو مكان فيرمين أكثر ما هو مكان ديونج. فأنا مش عارف هل احتياجات الفريق فعلا الآن تحتاج إنك تجيب لاعب خلف المهاجم ولا لا. هذا أمر نتركه طبعا للناس المسؤولة عن برشلونة في هذا السوق. أنا أتمنى عز الدين في برشلونة بلا شك، أتمنى، لأنه أنا برأيي إنه عز الدين هو يعني بمستوى آخر صراحة كلاعب رقم 10 وحتى كلاعب رقم 8 ممكن يؤدي أداء جيد جدا. متمنى أنه يكون موجود بلا شك، ولكن لازم يشتغل أيضا على الأمور البدنية، على أمور الورك ريت بنص الملعب، راح يكون مفيد كثير لبرشلونة بلا شك. ما بعرف، برجع بقول ما بعرف بالنسبة للحاجة كيف الوضع، ولكن هي فكرة تبدو جميلة وأتمنى أنه هي تصير بصراحة، ويتحول برشلونة من 4-1-2-3 من 4-2-1-3 ل 4-1-2-3 بحيث أن يكون بدري هو لاعب الارتكاز الوحيد ويكون أمامه أولمو وأوناحي أو فيرمينو وأوناحي وما إلى ذلك. فهي فكرة حلوة إن شاء الله أنها تصير، وأرجو أنه تتم الصفقة لأني حابب يكون أوناحي بفريق أنا بشجعه وبتمنى هذا الأمر بصراحة. با صدق أو لا تصدق، عز الدين أوناحي إلى البارسا المعلم. إدارة البارسا بعد ما تصاب ديونغ كتقول غتجيب عز الدين أوناحي. اليوم ولا غدا غادي تعلن الخبر وغادي نعرفوا الحقيقة واش عز الدين أوناحي إلى البارسا ولا غير إشاعات. بزاف ديال الصحف الأوروبية ماركا وميركادو حتى الصحف المغربية هيسبريس كتقول لك أن عز الدين أوناحي يقدر يجي للبارسا. تخيلوا خوتي يوقع هادشي عز الدين أوناحي للبارسا، فهذا فخر اخوتي صراحه. عيد عز الدين أوناحي لاعب في المستوى يستاهل يكون في نادي في المستوى. خيرنا حاليا طاحت القسم الثاني والبارسا محتاجه خط وسط يكون نحله بحال عز الدين أوناحي. وانت قول في التعليقات كيف جاك الخبر واش بغيتي عز الدين أوناحي في البارسا. Il y a quelques années, les gars, Ounahi au Barça, j'aurais signé tous les jours. Vraiment tous les jours. Mais là, actuellement, les gars, je vais pas vous mentir, je suis pas très fan de l'idée. Pour deux raisons. Et déjà, pour commencer, actuellement, au Barça, c'est pas du tout une priorité. Ce poste-là, c'est pas du tout une priorité. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, De Jong, il s'est blessé, donc voilà, ça peut être intéressant de le remplacer par Ounahi. C'est pas réellement le même poste. C'est pas du tout le même poste. De Jong, il joue plus en 6 qu'en 8, en relayeur. Même si ces derniers matchs, il les a fait un peu plus haut sur le terrain. Mais aujourd'hui, je vous le dis très clairement, au poste d'Ounahi, la concurrence elle est très élevée par rapport à 2022, là où justement Ounahi était au summum de sa carrière et que au Barça, t'avais Pedri qui se blessait très souvent, Gavi qui manquait de rythme aussi, t'avais pas encore Fermin, t'avais pas encore Olmo, t'avais pas Yamal qui pouvait jouer en 10, t'avais pas Rafinha, Rafinha jouait pas beaucoup en 10 à ce moment-là, t'avais pas Adeyemi aussi qui peut jouer en 10. Donc aujourd'hui, franchement, je vous dis, c'est pas la zone qui est prioritaire aujourd'hui pour recruter au Barça, ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que je pense que même pour le joueur, hein, je vous dis la vérité les frères, il aura pas le temps de jeu qu'il a besoin. Et je pense que c'est typiquement le genre de joueur pour être performant, pour être bon, pour être au summum de ses capacités. C'est un joueur qui a besoin de rythme, qui a besoin d'enchaîner les matchs, c'est un joueur qui a besoin d'être en confiance, c'est un joueur qui a besoin de, pour moi, même d'être un petit peu au cœur du projet avec ses équipes respectives. Je vous le dis très clairement les gars. C'est pour ça que je pense que l'idée, je suis vraiment pas fan du tout. Ouais, vraiment, quand tu sais qu'au Barça actuellement, tu dois encore recruter des latéraux, des défenseurs centraux, un numéro 9, partir, voire même un 6 à la limite, mais jamais de la vie un relayeur actuellement. Je comprends même pas pourquoi le Barça là actuellement veut sortir enfin pourquoi, je ne sais même pas d'où elle sort cette rumeur et à quoi elle sert les gars, clairement. الله خلاها أوناحي قال له اش دليل هذا الشيء هذا. تخيل معايا من الضحك المعقول. أوناحي كنا كنقولوا بانه البارسا راه محال واش يمشي لها، صدق أوناحي غادي يمشي للبارسا والصفقه غادا في وطار الصحيح. تخيل معايا بان البارسا حتى دابا باغا تدير أوناحي وكتشوفوا احسن خيار، والمنقبين ديال البارسا كيشوفوا تدير أوناحي بانه احسن واحد يقدر انه يكون في البارسا دابا حاليا، وما يجيش شي واحد طيح مني في عز الدين أوناحي حيت غيكون هي كيخسر معايا. عز الدين أوناحي كيبقى عمي نجم ديال خط الوسط ديال اي فرقه كان فيها، وكنشوفوا بانه لا مشى للبارسا غتشوفوا مع عز الدين أوناحي نيفو هربان. داكشي علاش كنتمناو بانه يمشي للبارسا وما يمشيش للاتحاد، حيت الا مشى للاتحاد غيوقع له موقع ليوسف النصير عاوتاني، ما بقاش نشوفوه في المنتخب المغربي، ما بقاش نشوفوه مع المنتخب، ما بقاش نشوفوه كيلعب كره، ويبقى راكم عارفين فرق الاتحاد يبدا معاهم يقول لك حقا مغربي ما كيلعبش ما كيعرفش يلعب وزيد الهضره خاويه. حنا ما بغيناش داكشي، بغينا عز الدين أوناحي يمشي للبارسا خويا. اللهم بارك يزورنا يمين يامال ويزورنا الفرقه ديال البارسا وما يكون غير خير. الله
خلى وناحي قال له اش دليل هذا الشيء هذا. تخيل معايا من الضحك المعقول. وناحي كنا كنقولوا بانه البارسا راه محال واش يمشي لازق، وناحي غادي يمشي للبارسا والصفقه غادا في وطار الصحيح. تخيل معايا بان البارسا حتى دابا باغا عز الدين أناحي وكتشوفوا احسن خيار، والمنقذين ديال البارسا كيشوفوا عز الدين أناحي بانه احسن واحد يقدر انه يكون في البارسا دابا حاليا، وما يجيش شي واحد طيح من نيفو عز الدين أناحي حيت غيكون هي كيخسر معايا. عز الدين أناحي كيبقى عمي نجم ديال خط الوسط ديال اي فرقه كان فيها، وكنشوفوا بانه لا مشى للبارسا غتشوفوا مع الدين أناحي نيفو هربان. داكشي علاش كنتمناو بانه يمشي للبارسا وما يمشيش للاتحاد، حيت الا مشى للاتحاد غيوقع له ما وقع ليوسف النصيري عاوتاني، ما بقاش نشوفوه في المنتخب المغربي، ما بقاش نشوفوه مع المنتخب، ما بقاش نشوفوه كيلعب كره. ويبقى راكم عارفين فرق الاتحاد، يبدا معاهم يقول لك حقا مغربي ما كيلعبش ما كيعرفش يلعب وزيد الهضره خاويه. حنا ما بغيناش داكشي، بغينا الدين أناحي يمشي للبارسا خويا. اللهم بارك، يصورنا يمين يامار ويصورنا الفرقه ديال البارسا وما يكون غير خير.